السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هالساعة المباركة الله يشرح صدوركم وييسر أموركم ويقضي عنكم دين الدنيا ودين الآخرة. دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة. ترى هذه من دعوات أمي الله يغفر لها. أنا بجيب قصة وقعت لي مع أمي الله يجعلها في جنات النعيم ويجعل والديكم في جنات النعيم. مرضت الوالدة رحمة الله عليها قبل يمكن والله العالم إنه عام 32 هجري 1400 ما أدري حصل عندها. المهم حصل عندها إغماء وأخذناها ودخلناها في مستشفى من مستشفيات الرياض. وبعد الفحوصات اتضح عندها المشكلة هذه وبدأوا يعوضونها عن النقص اللي حصل لها، والحمد لله استردت عافيتها ورجعت أم علي الطبيعية اللي ما عندها أي مشكلة. وأنتم تعرفون الإنسان إذا من شاف العافية قام يتلفت قال طلعوني من المستشفى، حتى لو أن كورس العلاج ما انتهى، طلعوني أبى أمشي أبى أروح لأهلي. إن شاء الله إن شاء الله يا أم علي أبشري بالخير أبشري بالخير. حنا ودنا أنك تطلعين، ودنا أنك عندنا في الديرة في البيت، أبشري بالخير. المهم جاء الطبيب وكتب خروج الساعة 11 الظهر. كانت مرافقة معها واحدة من أخواتي وقلت لهم أقنعوها أنها ما تطلع إلا بعد العصر قريب المغرب، على أساس أنه ورانا مشوار للدواد 300 كيلو يشمسوا. درتهم علي في الطلعة قالت مرة لازم أطلع الحين، وحنا القايلة لازم أطلع. كلمني أخواتي قلت توكلنا على الله والله لو نشيلها على ظهورنا. وأنا أجي وأوجه السيارة وأطلع للمستشفى وآخذها أطلعها وناخذ علاجاتها ونصرف البواقي من ما تحتاج من علاج ونزلها في العربية. ولا السيارة جاهزة وأنا أوجفها عند باب السيارة وأفتح الباب، وحتى تركب السيارة لازم تمشي 4 أو 5 خطوات. وحنا في القايلة الآن الطبيب كتب تقريبا 11 الظهر والآن يمكن الساعة 2 عز القايلة. المهم فسخت عالي ولبستها الوالدة الله يجعلها في جنات النعيم ومشت وأنا معها لين ركبت السيارة وسكرت باب السيارة ورجعت أبى أخذ العربية أوديها أرجع مكانها. تفاجأت بشخص معاق على العربية الإلكترونية هذه، تعداني يوم شاف الوضع مع الوالدة ويدور يعود. انتظر لين خلصت الوالدة وركبت ورجعت. قال لي هذه أمك؟ قلت والله أمي. يوم قلت أمي بكى بكاء حتى بل الأرض. الرجل يعني أعطاني رسالة، أرسل رسالة لي عجيبة. فأنا جاني ما جاه، ولكن الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبرهم أمواتنا ماتوا رحمة الله عليهم، ولا ندعي أن برنا فيهم ولا قصرنا معهم. عسى الله يرحمنا برحمته ورانا عيالنا الله إن شاء الله يرزقهم برنا. فالرجل كان يرسل لي رسالة يقول حافظ على أمك، وأنا أقول يا من له أم يا من له أب على قيد الحياة حافظ عليه. الزم قدم أمك، الزم قدم والدك، لا تتأخر عنه، وقدمهم على كل شيء إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم بر والديكم أحياء وأمواتا. السلام عليكم.